صديقي المدريدي، هسه حسيت باللي حسيت بيه البارحة. أنا أعرف اللي أنت تعيشه اليوم نفسه أنا عشت بيه البارحة، فمتعاطف وياك إلى حد ما أمانة الله. شوف صديقي، من زمان وأنا أقول لك ريال مدريد يلعب على اللحظات والفوضى المنظمة والكرة الثانية، هي هاي طريقة لعب ريال مدريد وهي هاي هويته. بعض الناس يسموه شخصية البطل، بعض الناس يسموه الجرينتا، بس بصراحة ريال مدريد جدا مرعب بموضوع الكرة الثانية والكاونتر بريس أو الضغط اللحظي. لهذا السبب تشوف أنت نوير يغلط، نوير مو صدفة يغلط قدام ريال مدريد بأكثر من لعبة. نفس الوقت راح تباوع دوناروما غلط هواي قدام ريال مدريد، راح تباوع كاريوس هذا اللي خطيه انتم يا مدريدسته يعني نهيتوا مستقبله. هو لعب نهائي واحد ضد ليفربول وهم غلط وياكم وانتهت مسيرته ذاك يوم وهذا يوم. فريال مدريد ملك هاي اللحظات، ما حد يقدر ينكر هذا الشيء. شو تريد تسميها سميها، بس هي هذا الواقع. بالاخير تشوف انت ريال مدريد اليوم قدم واحده من امتع المباريات اللي قدمها ريال مدريد كفريق بهذا الموسم ومن سنوات، هاي اخر سنتين خلينا نقول. انت تباوع على ريال مدريد صح، هو يلعب بلو بلوك ودفاع منخفض، بس نفس الوقت اكو كانت فكره يلعب عليها اربيلو موجوده من المباراة الذهاب اللي هي نقطة ضعف بايرن ميونخ الوحيدة. شنو نقطة ضعف بايرن ميونخ بالعبابيس؟ بكل بساطة بايرن ميونخ عنده مشكلة من انت تقطع الكرة بين خط المنتصف وبين منطقة جزاء ريال مدريد. انت من تشوف بايرن ميونخ هو دا يسوي ضغط عالي ومقسم الضغط الى 3 مراحل. مرحلة يسموها الزون الاول اللي هو يكون الضغط جدا شرس ويعتمد بها على مبدأ ال5 ثواني انه هنا يقطع الكرة باسرع وقت ممكن. بعدها راح يكون ضغط متوسط واكو وراها راح يكون دفاع الراحة. هاي ال3 مناطق راح تلاحظ انت اذا انقطعت الكرة بالمنطقة الثانية انت تقدر تذبح بايرن ميونخ، وهذا الشيء اللي سواه بصراحه ريال مدريد. انا مالو ماربلوا واكشفته هواي كلام انه يا باربلوا غلط شلون ينزل كامافينجا. يا اخي هو خما فتح فال الرجال وش مدري راح يقوم يمسلت كامافينجا. بالاخير هو راد يخلي صلابه دفاعيه اكثر باعتبار انه هو دا يلعب بملعب بايرن ميونخ. يعني الموضوع هو مو سهل عليه، وهذا الهجوم الكاسح من بايرن ميونخ لازم هو يدعم الدفاع. فقال لك انا راح اسحب ابراهيم دياز والعب بمدافع اضافي واخلي فالفيردي يتحرر نوعا ما، ونفس الوقت راح يساعد ترينت الكسندر ارنولد على جهه اليمين. انا ما الومه، الرجال لعب بافضل نسخه ممكنه من هذا الفريق. بس يا صديقي اذا احكي لك هذا الحكي ممكن تضوج من عندي. انت ما تقدر تبني مشروع بكرة القدم الحديثة مبني على اللحظات ومبني على الفوضى المنظمة ومبني على الكرة الثانية. يعني هذا الفريق حتى لو كان ممكن يحقق دوري الابطال فهذا انتصارات وهمية راح تكون انت حتى تبني مشروع. يعني اكو فرق بين مشروع وبين تاخذ بطولة، وهاي فرق اخذت بطولة ونست وراها. بس اكو مشروع ينبني حتى لو يتاخر، مثل مشروع باريس سان جيرمان اللي انطبخ على نار هادئة الى ان وصل واحد من اقوى الفرق. هذا اللي يسموه مشروع. حاليا ريال مدريد هو مو فريق مشروع، ريال مدريد حاليا هو فريق لحظات ولازم يطلع من هذا الثوب، هذا الارث الثقيل اللي تركه انشيلوتي. يعني انت لاعبين ماخذين قبل سنتين 3 دوري الابطال، شلون تقنعهم بمشروع جديد؟ هذا الموضوع راح يكون تاثيره كلش كبير على الاداره وعلى اللاعبين نفس الوقت، خاصه بعد خروج الونسو. واشوفك بالفيديو الجاي.